هنعمل أحلى فطير شرقي خطير من غير عجن ومن غير توريق، وهيطلع خطير جدا زي ما انتوا شايفين. هو بيتكلم على نفسه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا هحتاج لفة من الجلاش زي ما انتوا شايفين اهوت، ولفاه في فوطة مطبخ علشان ما ينشفش معايا، وهحتاج معايا جبنة موتزاريلا، وهحتاج معايا زيتون مخلي، وهحتاج معايا طماطم شايلين القلب بتاعها، وفلفل أحمر وفلفل أخضر. والحشو بتاعي ده اختياري، أنا عاملة بفراخ وعاملة ببسطرمة، ممكن تعملي بأي حاجة انت عايزة، بجبن بس بأي متوفر عندك استعمليه، مش هيقول معانا لأ. وهحتاج معايا بقى خليط التوريق بتاعي اللي هو عبارة عن معلقتين من السمنة سخنين مش متسيحين قوي، فكين بس، وعليهم معلقتين من الزبادي. وهحتاج كمان معايا ربع معلقة ملح وربع معلقة سكر وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واضربهم بقى كلهم في بعض. الخليط ده بيخلي الجلاش معايا متورق وجميل قوي. هحتاج معايا بقى الفطيرة الواحدة هتاخد 3 جلاشات. أول جلاشاية هي أدهنها دهنة خفيفة جدا من خليط التوريق، وأحط عليه تاني الجلاشاية التانية برضو دهنة خفيفة جدا من خليط التوريق بتاعي. واحتاج بقى الجلاشاية التالتة ديت بتنيها اهو زي ما انتوا شايفين متنية، بتنيها كمان تانية اهو زي ما انتوا شايفين علشان تستحمل معايا الحشو بتاعي وما تفتحش معايا من تحت. ديت هتبقى الطبقة اللي بتحمي معايا الجلاش انها ما تقطعش معايا. احط بقى الجبنه، حبه من الجبنه الموتزاريلا وحبه من الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والطماطم والزيتون، وهحط كمان معايا بقى الفراخ بتاعتي وهطبقها كده اول تطبيعه، وادهنها كمان بخليط التوريق بتاعي، واعملها برضو بالطرف التاني عليه وادهنه برضو، واقفلها كده زي ما انتوا شايفين شكلها عامله ازاي خطيره. وهنعمل كمان واحده بالبسطرمه اهوت برضو. اول ورقه معايا هدهنها بالخليط بتاعي، واحط عليها الورقه التانية برضو هدهنها بالخليط بتاعي، والورقه التالتة باخدها بتنيها زي ما انتوا شايفين كده، واحط عليها بقى الحشوه بتاعتي جبنه موتزاريلا فلفل اخضر وفلفل احمر وزيتون والطماطم بتاعتي، واحط البسطرمه واقفلها برضو زي الاولانيه، الجنب الاولاني وادهنه والجنب التاني وادهنه، وبعد كده اقفلها. شايفين رهيبه. واجيب الصينيه بتاعتي بقى ادهنها رشه من السمنه كده محترمه، وارصص فيها معايا الفطاير، وادهن الفطاير من فوق بخليط التوريق بتاعي، واحط حبه من الجبنه الموتزاريلا وحبه من الفلفل وحبه من الزيتون. ولو عايزه تكتفي بيها كده تدهنيها بخليط التوريق بس وتدخليها الفرن برضك عادي، هتبقى خطيره. اسخن معايا الفرن واحط الفطاير بتاعتي اهيت. بصوا طلعت من الفرن رهيبه، هي بتتكلم على نفسها بجد، يعني شايفين الصوره والشكل والطعم، طعمها رهيب، خطيره جميله جدا ومخدتش وقت خالص. شايفين من قلبها من جوه عامله ازاي، ياه على الجمال وعلى الحلاوه وعلى الطعام. عملت معايا 7 فطاير، انما ايه جمال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.